السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة يا رب. زي ما انتم شايفين النهاردة انا جاية وجايبة معايا حتة خلطة للخشب، بجد اقوى خلطة سحرية للخشب حرفيا، عن تجربة شخصية. بجد بصوا المنظر، بصوا كان قبل ازاي وبعد ازاي. شايفين؟ بجد انا ما صدقتش، خلتني من كتر جمال الخلطه مشيت على الخشب كله بتاع البيت واشتغلت في الترابيزات وفي الشبابيك لو عندك واي حاجه، والبيبان كله 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 بلمسه سحريه من الخلطه دي. هترجع كل حاجه جديده عندك بالظبط، لمع الخشب تلميعه ملهاش حل. فتعالي معايا، الخلطه بجد حلوه وهنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزين كوبايه شاي صعيدي. هتقولي لي يعني ايه صعيدي؟ يعني شاي تقيل قوي، كلنا عارفين الشاي الصعيدي. كوبايه شاي تقيله يعني كوبايه ميه وحط عليها معلقه كبيره شاي. تمام. هنغلي الشاي وهنستنى لحد ما يبرد. تمام، ما حدش يحطه سخن، هنستنى لحد ما يبرد عشان هو ده اللي هيعمل التبغ. احنا محتاجين التبغ بتاع الشاي عشان طبعا الخشب بتاعنا وكده. وهنجيب 3 معالق زيت زيتون. تمام. 3 معالق، مش هنقطع زيت زيتون. انا بقول لي زيت زيتون لان بصراحه جربت الوصفه فيه، فهو احلى حاجه لتلميع الخشب زيت الزيتون. لو ما عندكيش طبعا استخدمي اي زيت، بس انا بقول لك زيت زيتون افضل. طبعا ده معلقه اي صابون سائل عندك، اي صابون سائل، او حطي برسيل جيل لو عندك، المهم معلقه. تمام. ودوبي كويس فيهم قوي، هتلاقيها طلعت رغاوي كده. وبعد كده بعد ما اطلع الرغاوي دي وتدوبي كويس المعلقه اللي احنا حطيناها من سائل الاطباق، هنجيب ليمونتين ونبدا ناخد الليمونتين دول نعصرهم. ليمونتين مش كتير يعني، انت ما تكتريش ليمون لان كده كده لسه هنحط خل. تمام. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والوصفه يا ريت يعني الشير على قد ما تقدروا، لان عايزاها توصل لاكبر عدد ممكن يستفاد بيها. فرصه العيد جاي لنا خلاص على الابواب ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. ومحتاجين ان احنا نلمع الخشب بتاع البيت، والتراب كتير عشان احنا في الصيف، فكله محتاج الخلطه دي. فصدقوني جربوها مش هتندموا. عايزين خل ويكون جوده الخل كويسه جدا. هناخد كوبايه خل. تمام. مج كبير كده خل كده هنملاه خل. تمام. او كوبايه خل يعني. ودي الكربوناتو، هناخد معلقه كربوناتو او بيكربونات الصوديوم، يعني اللي مش عارف معنى الكربوناتو ايه. تمام. هتعمل فوران. انا الحمد لله انا حاطه طبق غويط وكبير لاني كنت مستعده للفوران ده، عارفه انها هتعمل فوران ده. فخلي الطبق بتاعك غويط عشان هتعمل فوران. الخل مع الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم بتعمل فوران جامد. ده زيت ليمون. تمام. انا زيت قصدي زيت برتقان. زيت البرتقان ده انا جايباه من عند العطار لاني بحطه في الكيكه يعني عشان تديني طعم ايه البرتقان. فلقيته عندي في التلاجة. فطبعا انت ممكن تجيبي زيت ليمون، ممكن تجيبي زيت جونسون لو عندك، نقطه صغيره بس. انا عايزاه كمعطر يعني، انا حطاه عشان الريحه ويديني ريحه للخلطه بتاعتي. وفعلا الريحه كانت لا توصف. اقسم بالله لما جربته على الخشب والحاجات دي كلها، بجد الريحه كانت في البيت فجاه كاني حاطه معطر في البيت. دي ازازه فاضيه عندي، ازازه بخاخ كده عاديه، وتروحي حاطه فيها كده. انا هملاها دلوقتي اللي انا عملته. بجد الخلطه دي سحريه، وهتحافظ على الخشب وتلمعه، وهتبقى معاكي هترتاحي طول ما انت ماشيه في البيت. تلمعي كده الخشب بتاعك بدل ما انت ناسياه كده وسايباه، زي حالاتي كده ما كنت سايباه وناسياه. بس الخلطه دي بصراحه رجعته لي جديد كله كله كله. فجربوها على ضمانتي. زي ما انتوا شايفين انا حطيت في البخاخة. وامسكي بقى يا ست الناس يا ست الكل ورشي بقى على كل حاجتك في البيت. اي خشب يقابلك رش عليه، وامسحي ولمعي وادعي لي بقى. تمام. يا رب الوصفة تكون تعجبكم يا رب بجد، وتجربوها وتقولوا لقرايبكم والناس، واعملوها بجد لانها هتعجبكم جدا. هنا طبعا بصوا الخشب، بصوا الباب، طبعا الباب الشقة ده عندي مطرب دايما، فانا جايبه لكم حاجة يعني قوية في التراب يعني عندي. انا ما كنتش بهتم بيه كويس قوي موضوع الباب ده، بس هنا ايه، انتوا عارفين من اول ما بدأت امسح كأنه مراية يعني، بدأ يجيب الصدى اللي في الوش يعني، لدرجة انا مسحته من على الجنب كده عشان ما اظهرش فيه. كأن مراية بجد.
يعني عمل لي الحاجه كانها مرايه. انا استغربت جدا رغم الخشب عندي اسود، يعني خشب بسيط اللي عندي لونه بني، الخشب بتاعي لونه اسود. مشي بقى على كل حاجه عندك، بجد خلطه هتدمنيها وهترتاحي فيها. بصي اللمعه الخشب هنا بقى، بصوا بوريكم التراب اللي كان موجود، بصوا المنظر عامل ازاي قبل، وتعالي شوفي بعد كده بقي مرايه حرفيا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.